يعني مثلا يعني الزمالك على مدار سنين طويله من 96، من اخر بطوله 96، لما تيجي تسال حد في من الزمالك مثلا انتوا خدتوا البطوله 5 مرات على حساب مين؟ مين الانديه اللي انت كسبتها؟ تمام؟ حلو قوي ان انت تفتخر بيها وتسردها. في المقاولين العرب وفي الوداد. فين؟ لا انت بتتكلم على السوبر، انا بتكلم على دوري الابطال. دوري الابطال كان الترجي. لا الترجي لا. الترجي لا استنى، لا لا الترجي تامر عبد الحميد 1-0. لا ده الرجاء يا عم، ده اسد، ده اسد نايم. كان يبقى قبل النهائي كان قبل النهائي النهائي الرجاء بتاع 1-0 كابتن. لكن عندك بقى كوكو وعندك شوتنج ستار وعندك انا هقولهم لك. الزمالك 84 مظبوط كده، اول نادي في مصر، الزمالك اول نادي في مصر يكسب نهائي رايح جاي. هو كان اللي هو في 84 لو شوتنج ستار 2-0 1-0. وبعدين 86 يكسب افريكا سبور. وبعدين 93 يكسب اشنتي كوتوكو بضربات الجزاء 0-0 وضربات جزاء. وبعدين شوتنج ستار 96 2-1 ضربات جزاء. وبعدين يكسب الرجاء 1-0. حلو كده تمام. وبعدين بقى انت عندك من 96، بص بقى الحقبه التاريخيه اللي هي كبيره جدا جدا على الناس اللي شغاله في الزمالك، ما يروحوش للموضوع الاهلي، يروحوا لنفسهم اصلا. يعني ازاي نادي بياخد الالقاب دي، ولما بيوصل بياخد الالقاب دي، يبقى النتائج اللي هقولها لك دي مثلا يعني من 96. بس خلي بالك، لا ما احنا 2002 2003 بطوله افريقيا، فانت احسب من 2003 ده انا هجمع لك من اللي حصل بقى الدروب اللي بعد كده. هجمع لك من 96 97 يخرج من دوري المجموعات لحد 2001 ما يشاركش اصلا. سنه 2002 ياخد البطوله. 3 يخرج من دور ال 32 قدام سيمبا. 4 2004 يخرج قدام فرقه من رواندا، مش فاكر اسمها ايه اساسا يعني. جيش رواندا. في 5 مش فاكر الماتش كان 4-1 جيش رواندا يعني هزيمه كانت صعبه جدا. وبعدين 5 يوصل سيمي فاينل ويخسر من الاهلي باهداف بركات وابو تريكه لو انت فاكر دي. ايوه. وبعدين 6 ما يشاركش اصلا. 7 ما يشاركش اصلا. 8 يخرج من دور المجموعات. 9 و10 ما يشاركش. 11 يخرج من الافريقي. 12 من المجموعات.